عشان عندي حساسيه من اللبن. انت مش عارفه ان في حل للقصه دي، فمش لازم بقى نستخدم بدايل من غير بقى ما ابعد عن الحاجات اللي فيها البان. يا ريت لي حياتي. ايه مكونات الكاسترد؟ اللبن والكاسترد الجاهز، بس انا هستخدم هنا لبن جوز هند. ليه بقى؟ عشان عندي حساسيه من اللبن. عندك حساسيه لاكتوز؟ انت مش عارفه ان في حل للقصه دي؟ ايه الحل؟ حساسيه اللاكتوز دي بقى بتيجي بسبب ايه؟ بسبب انه الجسم ما بيقدرش يهضم السكر بتاع اللبن، فبيجي لنا بقى تعب وانتفاخات وقولون بيتعبنا. دلوقتي بقى في الانزيم اللي هو الانزيم اللي بيهضم السكر بتاع اللبن ده، اسمه لاكتيز، ليميتلس لاكتيز. في 12000 يونت موجود في الماركت، ايفا فارما. 12000 فمش لازم بقى نستخدم بدايل. يعني انا باخده قبل ما بشرب حاجه فيها لبن. اي حاجه فيها لبن، سواء بقى داخل في بشاميل، داخل في كيكس، ايس كريم، اي حاجه. مش لازم ان انت تغيري بس للكوكونات ميلك ده، بتاخدي تابلت او 2 معاه بس. الانزيم ده بقى لما بيتكسر بيخش يهضم بقى اي حاجه فيها لبن. يا ريت لي حياتي. من غير كوكونات ميلك ومن غير بقى ما ابعد عن الحاجات اللي فيها البان.